ومن المنتظر أن تشهد صفوف فريق الوداد الرياضي غياب الحارس الثاني للفريق عبد العالي المحمدي في مواجهة الفتح الرياضي. وكان الحارس البديل المحمدي قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الأضلاع بعد دخوله كبديل لزميله المهدي بن عبيد الذي تعرض للطرد خلال مباراة الفريق أمام أولمبيك آسي مساء أمس الأحد ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية 1/10. وينتظر أن يغيب الحارس المحمدي عن الملاعب لفترة طويلة، الأمر الذي سيدفع الطاقم التقني للفريق الأحمر إلى الاعتماد على خدمات الحارس الثالث للفريق لتعويض غيابه عن الملاعب. ويرتقب أن يعتمد الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي على خدمات الحارس عبد الرزاق الوردي في مواجهة الفتح الرياضي في ظل غياب المحمدي بسبب الإصابة، والمهدي بن عبيد بفعل التحاقه بمعسكر المنتخب الوطني الأول. وتمكن فريق أولمبيك آسفي من الإطاحة بالوداد الرياضي عقب تعادله ب2-2 في إياب ربع النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليحجز الفريق الوسفيوي بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي بمجموع 3-2